مساء الخير على كل مستمعينا في كل مكان. مستمع جروب عشت في قطر وليا فيها ذكريات. معاكم حاتم النجار وحلقة جديدة النهاردة، الحلقة 5 من برنامج قطر في القلب. انتوا بتسمعونا من خلال صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي جروب عشت في قطر وليا فيها ذكريات. هنكمل النهاردة بقية حكايتنا، أحلامنا، أيامنا الحلوة والجميلة اللي عشناها في دولة قطر الحبيبة أيام الثمانينات والتسعينات، من خلال رحلتنا في مدرسة الدوحة الثانوية للبنين في راس أبا عبود زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت. وعايز أقول لكم إن كان كل يوم خميس بعد الظهر الساعة 4 العصر، 3 ونص 4 كده، بنتجمع كشباب مصريين على فلسطينيين على قطريين على كل الجنسيات العربية، لأننا جيل واحد والهدف واحد. كنا بنتجمع عند المدرسة نلعب كورة مع بعض في الملعب الكبير اللي كنت قلت لكم عليه في الحلقة اللي فاتت. وبعد ما نخلص ماتش الكورة بناخد التاكسيات مع بعض، نجمع مع بعض ونروح التاكسيات لحد شيراتون الدوحة في آخر كورنيش الدوحة. شيراتون الدوحة كنا بنتمشى فيه شوية وناكل حاجة أو نشرب حاجة، وعلى الساعة 7 نجمع بعض تاني ونطلع على منطقة الدفنة لصحابنا هناك. أصحابنا كتير في منطقة الدفنة في الوقت ده، كنا بنقعد معاهم شوية، نقعد نتمشى شوية أو نلعب كورة تاني مع بعض. على الساعة 9 لازم كلنا ناخد التاكسيات ونطلع على البيت، لأن لازم نكون في البيت قبل الساعة 10 بالليل. ممنوع السهر خارج البيت بعد الساعة 10 بالليل، ده الجيل بتاعنا. ندخل البيت على 10 ونص، يبتدي السهرة في تلفزيون قطر، اللي غالبا يوم الخميس كانت فيلم عربي. نتفرج على الفيلم العربي واحنا بنتعشى وفرحانين جدا، وخلص اليوم على كده بمنتهى السلام والهدوء، عشان نبتدي يوم الجمعة الصبح التحضير لأسبوع دراسي جديد. هنكمل بقية حكايتنا وبقية أيامنا الحلوة في دولة قطر الحبيبة في الحلقة اللي جاية. انتظروني، كنت معاكم على مدار الحلقة حاتم النجار.